السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة ان شاء الله انا جاي اعمل معاكم الرز المعمر بأبسط تفاصيل وبمكونات بسيطة جدا، ومش عايزة اعقد عليكم الموضوع، وبأسهل طريقة ممكن تشوفوها. هنشوف مع بعض المكونات. معايا حاجات بسيطة جدا خالص. معايا ده لبن اهو، كيسين اتنين انا مفرزاهم في الفريزر. هطلعهم يفكهم او اغليهم على النار لحد ما يفكوا خالص، وبعدين اعمل بيهم. ومعايا سمنه زبده فلاحي، احنا اللي بنعملها عندنا هنا في البيت، وان شاء الله هبقى اوريكم طريقه عمايلها. ومعايا هنا رز ابيض عادي مصري من بتاعنا يعني. ودي الصينيه اللي انا هعمل فيها الرز. وعايزه اقول لكم معلومه يا بنات، في ناس بتسيب اللبن كده يفك خالص وبعدين يحطوه. لا، انا هغليه علشان ينجز معايا في الوقت. وبرده في ناس بتحط الزبده دي مع اللبن وهو بيغلي، يسيحوا مع بعض وبعدين يزودوا بالرز. لا، انا برضو هوريكم انا هعمل ايه واحده واحده. والطريقه ديت انا متعلمها من والدتي، الله يديها الصحه يا رب، وانا ماشيه عليها من اول ما اتجوزت، والحمد لله بتطلع معايا نتيجه مظبوطه جدا. وهتشوفوا بنفسكم دلوقتي انا هعمل ايه. كده يا بنات انا فضيت الرز اهوت في الصينيه بتاعتي اللي انا هدسه فيها. عايزه اقول لكم ان انا حاطاه قبل ما ينغسل اهو، هغسله في نفس الصينيه دي بالظبط. بس عايزه اوريكم انا ببقى عارفه انه مظبوط ازاي، وهيطلع مظبوط معايا ولا معجن ولا طري ازاي. لازم الرز يكون نص الصينيه، يعني واخد نص مقدار الصينيه. وهنكمل بيه ان شاء الله يعني لحد الاخر. هنا هنكمل اللبن. فهغسل الرز وهصفيه وهاجي اوريكم ازاي انا بزوده. كده يا بنات معايا اللبن اهو بعد ما غليته. اللي على الوش دوت وش انا مرضتش اشيله عشان برضو يزود من القيمه الغذائيه بتاعته. ودوت الرز اهو قطعت عليه كده السمنه زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه الملح وهزوده وهرجع لكم تاني. كده يا بنات الرز اهو بعد ما زودته، ما بزودوش للاخر علشان ما يفرش مني على ارضيه الفرن ويبهدل لي الدنيا. هو هيغلي ان شاء الله بقى، وهتشوفوه بعد ما يطلع من الفرن، وهوريه لكم باذن الله. خلاص يا بنات الرز اهو طلعته من الفرن. والله انا شايفاه حلو جدا، بس الكاميرا ظلماه، معلش بقى لو الاضاءه مش واضحه. بس هو والله يعني كويس جدا، ويا رب تجربوه لانه بسيط جدا ما فيهوش تفاصيل كتير، بس انا حبيت اشارككم بيها. وان شاء الله يا رب طريقتي تعجبكم وتجربوها، واكون كده خفيفه على قلبكم، ما تكونوش زهقتم مني من اول فيديو. إيه، وعايزه اقول لكم اللي ما اشتركش في القناه يشترك وتعملوا لايك وشير وتعلقوا لي كده بكلام حلو زيكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.